منذ عام 1666 استخدم العلويون علما أحمرا داكنا، وكان يتم رفعه صباحا ثم إنزاله مساء من فوق القلاع في الرباط والسلاح. وفي عام 1912 بين فرنسا وانجلترا وألمانيا وإسبانيا. وفي عام 1915 تم وضع النجمة الخماسية الخضراء على العلم للتفرقة بين العلم المغربي وأعلام الدول العربية الأخرى التي اتخذت اللون الأحمر رمزا لأعلامها. يرمز اللون الأحمر إلى الجهاد ودماء المدافعين عن الوطن، ويشار إلى النجمة الخماسية باعتبارها خاتم النبي سليمان عليه السلام، ويرمز اللون الأخضر إلى الانتماء إلى الإسلام الذي هو لون النجمة الخماسية. بين عامي 1900 واندلع بالمغرب ما يعرف بثورة الملك والشعب. وفي 2 مارس من عام 1956 توج جهاد المغرب بإعلان الاستقلال عن فرنسا. وفي 7 أبريل من عام 1956 أعلن الاستقلال عن إسبانيا. احتفظت الدولة المغربية بهذا العلم بعد الاستقلال عام 1956، وظل العلم كما هو بعد وفاة محمد الخامس واعتلاء نجله الحسن الثاني مقاليد الحكم عام 1961. النشيد الشريف هو النشيد الوطني الرسمي للمغرب منذ الاستقلال عن الحمايات عام 1956، وكان عبارة عن لحن موسيقي فقط دون كلمات. وبعد استقلال المغرب طرأت محاولات لتغيير النشيد، بيد أنها فشلت حتى جاء عام 1970 حين تأهل منتخب كرة القدم لكأس العالم بالمكسيك كأكبر محفل عالمي تعزف فيه الأناشيد الوطنية آنذاك، حيث أمر الملك الراحل الحسن الثاني الكاتب علي الصقيلي بكتابة كلمات النشيد الوطني مع الحفاظ على نفس اللحن. السؤدد وحماه دمت